بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أهلا بكم حبايبي في قناتكم سفرة دايمة مع الحبايب. حيرانين كده كل يوم هنعمل أكل إيه هنعمل أكل إيه. أنا جبتلك يا ستي كل الوصفة النهاردة اللي تقومي بيها وتشجعي كده وتعملي أحلى سمك بإذن الله. بس قبل ما نبدأ نصلي على الحبيب وما تنسينيش بلايك وشير وسبسكرايب ليا وبدعمك عشان تبقي جزء من عيلتي. انا هنا كنت جايبه سمك وسط وكنت منضفاه بنقعاه بدقيق بليمون فترة، وكنت منضفاه جدا عشان ما اطولش عليكم. كلنا عارفين طبعا تنظيف السمك بيبقى عامل ازاي. ومعايا هنا توم والفلفل والجزر وطماطم وفلفل حار. تمام. هنا اول حاجة هنضيف عليها التوم ونعمل التتبيلة السحرية اللي بيعملوها في المطاعم كده. والسمك اللي بيدي لون كده ايه، بيبقى لون اصفر، بيبقى جميل جدا بطريقة سهلة وبسيطة ومعمول في البيت. هنا نزلت بالثوم والفلفل الاخضر وبرضو قرن من الفلفل الحار. والجزر بيخلي السمك مسكر كده وجميل جدا. دي اساس التتبيله اللي بستخدمها في تتبيله السمك. طبعا هنضرب بقى كده في الكبة او في اللي عندك كده، وتضربي كده المكونات كده، ما تضيفيش بقى ولا ليمون ولا خل دلوقتي. يا دوبك بس يضرب بس ونبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنضيف عليها التوابل بقى اللي هتدي للطعم للسمك بتاعنا. حبة من الملح، وسمك يعني كمون، بيحب جدا الكمون. كتري بقى الكمون دي على قد ما تقدري. حبة من الكمون، حبة من الكزبرة، وحبة بقى من الكاري، وده سر المطاعم اللي بيحطوه فيه عشان يبقى اللون البرتقاني ده اللي انت بتشوفيه. وطبعا عايزينه سبايسي، حطوا حبة من الشطة وحبة من توابل السمك اللي بتتجاب جدا من عند العطار. خطوات سهلة. واخر حاجة هنضيفها هي الليمون وحبة من الخل. كده التتبيلة جاهزة معانا. يا رب تكون الوصفة كده عجبتك. وطبعا ما ترميش قشر الليمون ده، هنستخدمها هقولك بعدين. كده خلاص تبلنا بقى كده التتبيلة بتاعتنا. هنحط بقى السمك في التتبيلة كده ونسيبها كده فترة في السمك. كل ما تسيب السمك بالتتبيلة بيبقى طعمه جميل جدا. نروق كده حوالينا عشان نعمل مع بعض الخطوة التانية. هنا بقى انا جبت السمك بتاعي، وطبعا كده قطعته كده بالسكينة كده طرنشات كده عشان ادخل فيه التتبيلة وتبقى كل السمكة متتبلة وتبقى طعمها جميل جدا. ده نجاح السمك بتاعك يبقى جميل ويبقى مقرمش. هقولك على خطوة تانية هيبقى تعمليها يديكي قرمشة السمك جميلة جدا وهيعجبك بإذن الله. خلاص. نحط بقى كده التتبيلة كده نغرق بيها السمك، يعني من الراس كده للبطن كده. نغرق السمك من التتبيلة عشان يبقى طعمه جميل جدا. وطبعا احنا حاطين الملح المناسب، عشان خلي بالك من الملح ما تزوديش فيه عشان ما يبقاش حادق. خلصنا بقى الكمية بتاعتنا زي ما قلت لك بقى ايه، نسيبها فترة في التتبيلة كده بحيث يدي معانا السمك يبقى متبل فترة ويبقى جميل جدا معانا. يا رب تكون الوصفة كده عجباكي وسهلة وبسيطة ليكي يا ست الكل. وما تنسيش بقى بلايك وشير وسبسكرايب للقناة. هنا بقى طبعا نعمل شوية رز جنب السمك. حطيت حبة من الزيت وحبة من السمنة، وبعد كده نزلت بالبصل. طبعا يدبل بس البصل او يدخل بس في اللون الاصفر البسيط خالص. هنضيف بقى المكون اللي هو هيخلي الرز بتاعنا مسكر وجميل جدا ويبقى جميل زي بتاعة المطاعم بالظبط. هي والجزراية. الجزر، حطي بس جزراية واحدة وجربيها على طريقتي وهتعجبك بإذن الله. بعد كده ما خدوا اللون بتاعنا عشان نعمل الرز الصيادية اللي معمول بيه المشهور بيه السمك بتاعنا. هنا ننزل بالمية السخنة يا دوبك بس غلوتين بالظبط. وطبعا هنحط الكمون بتاعنا وحبة من الملح بس. هما دول التوابل بس اللي بستخدمهم في الرز. نسيبها غلوتين كده وبعد كده ننزل بالرز بتاعنا بعد ما كنا غسلينه طبعا. ونسيبها كده بقى تعيش مع نفسها. واخر حاجة هنعملها مع بعض هي التتبيلة بتاعة السمك عشان يبقى مقرمش معاكي. هقولك على خطوتين تعمليه. هنا جبت طبقين هوزع فيهم كمية من الدقيق، تكون كمية كده متساوية. بعد كده ما قسمت الدقيق على الطبقين بتاعنا هقولك بقى على السر اللي هو يبقى مقرمش معاكي. هي معلقة كبيرة جدا من النشا. طبعا بتخلي السمك مقرمش ويبقى جميل جدا وطعمه زي بتاع المطاعم. ونحط بقى التوابل بتاعتنا، حبة من الكمون وحبة من الكزبرة وحبة من توابل السمك اللي بتتجاب من عند العطار.
وطبعا حبة من الشطة، والشطة دي عامة اختياري، وحبة من الكاري اللي هيبقى معانا اللون البرتقاني اللي احنا بنجيبه من زي بتاع المطاعم بالظبط. واخر حاجة هنضيفها هي حبة من الملح. خلاص كده نقلب المكونات بتاعتنا. هقول لك بقى على الطريقه التانية ان انت تخلي السمك معاكي مقرمش. طبعا هنا حبه من الدقيق، هنضيف برضو نفس التوابل اللي احنا ضفناها في الدقيق الاولاني، هو اللي هنضيفها، اللي هي الكمون والكزبره والكاري والتوابل السمك والحبه من الملح. ونضيف عليها بقى حبه من الميه بالتدريج كده، نقلب. عايزينها زي القوام الكيكه او الاخف شويه. طبعا ديت لان هننزل فيها السمك عشان يدينا القرمشه اللي احنا عايزينها. شفت السمك اللي انا بقولك عليه هو ده. هنا خلاص انا جبت بقى السمك بتاعي. اول حاجه هنحطها في الدقيق الناشف، نبطنه كده بس تطبينه بسيطه. وطبعا هننزله بعد كده في الخليط اللي انا قلتلك عليه، ونصفي خالص من الخليط. وبعد كده هنرجعه تاني للدقيق بتاعنا. الخطوات دي بس مره اللي انت تعمليها، هعملها معاكي برضو مرة تانية. هناخد السمكية نحطها بس في الدقيق يدوبك، بس نبطنها بالدقيق تتبيل بسيطة جدا. وبعد كده هننزلها في الخليط بتاعتنا، وبعد كده هنرجعها تاني للدقيق الناشف بتاعنا عشان نبقى نعمل الغلاف بتاع السمك المقرمش بتاعنا. بعد ما خلصنا الكمية، طبعا انا هنا كنت حاطه طاسه فيها زيت وقليت السمك بتاعي. وهقولك بقى طبعا انا قايله لك ما ترميش قشر الليمون، هنستخدمه بقى هنا اللي احنا عشان زفارة السمك. طبعا احنا غاسلينه وكل حاجه، بس طبعا اساسا بتحطي الليمونيه جدا وانت بتحمري السمك عشان يمنع زفارة بس في البيت. خد اللون اللي احنا عايزينه، نقلب بقى على الوش التاني لغايه بقى معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كان طعمه ولا القرمشه هسمعك صوته. وهنا كنت مقدماه مع طاجن الجمبري والشوربة الجمبري الجميلة. طبعا انا عاملة الوصفة دي وسايبها لكم في القناة، هسيبها لكم برضو في صندوق الوصف. وقدمته بقى مع السلطة الخضراء بتاعتنا، وده كان الغدا بتاعنا. يا رب كده الوصفة تكون عجبتك، وما تنسينيش بقى بدعمك ليا عشان تبقى جزء من عيلتي. يا رب الوصفة تكون سهلة وبسيطة، وهتعملي احلى غدا واحلى اكلة سمك بإذن الله. وطبعا دعمك ليا بيفرق معايا. ما تنسينيش بقى بلايك وشير وسبسكرايب، ودعمك ليا عشان تبقوا جزء من عيلتي. وان شاء الله هنعمل مع بعض وصفات جميلة جدا. ولو عايزين اي وصفة ممكن تكتبولي في التعليقات نعملها مع بعض. مع السلامة.